هاي حبايبي الحلوين، طبخة اليوم هي أكلة الشيش برك. أكلة طيبة ولذيذة وعجينتها كتير سهلة. في ناس بتفكرها صعبة وبتفضل تجيب العجينة جاهزة. هلأ رح تشوفوا معي قديش هي بسيطة وسهلة وما بتحتاج لوقت كتير ولا لتخمير. جربوها على طريقتي، رح تبطلوا تجيبوها جاهزة ورح تلاقوها أطيب وأوفر وأبرك. نحتاج لوصفتنا 3 كبايات طحين، ملعقة صغيرة ملح. نخلط وتقريب الكباية مي. منحط المي شوي شوي ومنعجن حتى تصير العجينة معنا طرية وتبطل تلزق. نحتاج ايضا لوقية لحمة مفرومة. منحط اللحمة المفرومة بتقلاي ومنضيف عليها ملعقة ملح صغيرة وزيت زيتون ومنحرك على نار خفيفة. ومنضيف بصلة مقطعة قطع صغيرة وملعقة صغيرة فلفل أسود ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. وملعقة صغيرة بابريكا ومنغطيهم على نار خفيفة حتى الاستواء. وهيك بتكون جهزت الحشوة. منرش على مكان العمل طحين وعلى الشوبك. نقسم العجينة لقسمين ومنرش فوق أول قسم طحين ومنمدها بالشوبك بهالطريقة حتى تصير رقيقة. ومنقطع بأي فنجان قهوة عنا، منقطع كل العجينة بهالشكل. منحط بكل قطعة تقريب الملعقة صغيرة حشوة ومنسكرها بهالشكل. شوفوا الحبة شو حلوة، وهيك منكفي بقية الكمية حتى الانتهاء. شوفوا ما شاء الله طلعوا كمية وفيرة. ندهن صينية الفرن بزيت نباتي ومنصفهم.
منكون محمايين الفرن مسبقا من فوق ومندخلهم. وهلأ لطبخ الرز بنحتاج 3 أكواب رز، بنغسلهم وبنصفيهم. بنحط بطنجرة على النار شوية زيت نباتي وملعقة زبدة. بس تدوب الزبدة بنحط الشعيرية وبنحرك حتى تشقر. بنحط الرز المغسول والمصفى نضيف عليهم ملعقة ملح صغيرة وبنقلب. كل كباية رز تحتاج معنا لكبايتين مي، وبنهدي تحت الرز ليستوي على مهله. وهلا استوى الرز. شوفولي هالرزات غير شكل. بنحتاج 2 كيلو لبن، بنحطهم بطنجرة وبنضيف عليهم ملعقة ملح صغيرة و3 ملاعق نشا وبنحرك على البارد. بس ينخلطوا منيح بنشغل النار تحتهم مع التحريك المستمر حتى الغليان. بس يغلوا بنطفي النار، وبتقلاية بنحط ملعقة ثوم مدقوق وملعقة كزبرة يابسة وملعقة زيت زيتون وبنقلب على نار خفيفة. وبعدين بنحطهم فوق اللبن حتى ناخد نكهة الثوم والكزبرة. وهلأ استوى الشيشبرك. شوفوا ما شاء الله بوقية لحمة مفرومة عملت كل هالكمية. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. ان شاء الله بتكون نالت اعجابكم، واكتبولي رأيكم بالتعليقات، واشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وان شاء الله بلتقي فيكم بفيديو جديد بإذن الله. باي باي.